لو خيرتك بين خيارين، تاخد 5 مليون دولار كاش دلوقتي ولا تاخد دولار واحد بس ويتضاعف كل يوم لمدة 30 يوم؟ فكر فيها كده شوية وقول لي انت هتختار ايه. هم. هم. ها، فكرت؟ تعال اقول لك، اغلب الناس هتجري ورا ال5 مليون، لكن اللي فاهم قيمة الوقت والتراكم هيختار الدولار. ليه؟ تعال معايا نشوفها بالارقام. خلينا نقول انك اخترت الدولار. اليوم الاول هيبقى معاك دولار، اليوم الثاني 2، الثالث 4، الرابع 8، الخامس 16، السادس 32، والسابع 64. بعد اول اسبوع المبلغ كله على بعضه هيبقى حوالي 127 دولار. دلوقتي انت زعلان لان دي ربع المده، فانت هتقول انا باين كده اني خسران. كمل معايا شويه. اليوم العاشر 512، ال15 16384، اليوم ال20 هيبقى معاك 524288، اليوم ال25 هيبقى معاك 16.5 مليون، اليوم ال30 هيبقى معاك اكتر من مليون دولار. ليه ده بيحصل؟ عشان قانون اسمه التضاعف المركب. انت هتسالني طب فين يا عم خالد العقار في ده؟ هقول لك، كل يوم بتشتغل فيه، كل محتوى بتنزله، كل عميل بتبني معاه ثقه، كل ميتنج بتعمله هو مش خطوه واحده، هو دولار بيتضاعف. بس انت مش شايف ده دلوقتي. اللي بيبني بيزنس حقيقي في العقارات مش اللي باع اسرع، هو اللي استثمر في كل لحظه اشتغلها وساب الوقت يلعب معاه مش ضد. الخلاصه، عايز تبني حاجه كبيره ما تستعجلش على النتائج، واستثمر في حاجات شكلها صغير بس تاثيرها كبير. علامه شخصيه، سمعه، شبكه علاقات، ثقه، تكرار. كل حاجه من دول هي دولار صغير، بس لو فضل يتضاعف هتبقى قيمته محدش يقدر يشتريها ولو حتى ب5 مليون دولار.